تحبط زي ما انت عايز. الاحباط عامل خارجي محدش يقدر فيه، لكن اوعى تيأس. اليأس هو قرارك انت بس. ربنا ما خلقش بني ادم واحد في الحياه ما احبطش. سيدنا نوح اشتكى ربنا، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. قاعد بيبني سفينه في منطقه صحراويه ما فيش فيها حتى بركه ميه، الناس بتعدي عليه النهار تسخر منه واسمه رسول، بس في الاخر هو كمل بنى السفينه. فالاحباط محدش معصوم منه، لكن اليأس هو قرارنا احنا بس. اوعى تيأس، ولما يجي لك فتره الاحباط افتكر الفيديو بتاع ايهاب وافتكر حال ايهاب وقول ده كان هيرجع لنقطه الصفر. فتخيل ان الحال يتشقلب والبوصله تتحول بالشكل ده. تاني درس من القصه دي، استمر في السعي حتى مع انعدام حتميه الوصول. يطلب مننا السعي والنتيجه عند ربنا، وده موضوع الفيديو الجاي.